بايده واسنان. كمان المباراه اللي انا عايز اتكلم مع حضراتكم فيها مباراه نادي الزمالك وسموحه النهارده، استياء من المهندس فرج عامر وكابتن حلمي طولان من ضربه الجزاء. ابو سمره النهارده خلص الموضوع في المقصه في الدور الاولاني وخلص الموضوع في الدور الثاني. فانا مش هتكلم عشان الناس بتزعل وكابتن سمير عثمان من الناس اللي انا بحترمها جدا وصديق ليا شخصي، بس احنا عندنا برنامجنا الشغل حاجه والصداقه حاجه تانية. فالنهارده من وجهه نظرنا ناس بنفهم في الكوره شويتين، حققنا شويه بطولات كده، فلما نقول حاجه فمش ولا هنجامل اي حد. بس انا احب لما الناس بس اللي بتتكلم بيقول لك الاهلي، كل ما اتكلم حد انا بكلمكم بقى في رجل الشارع البسيط، في القهاوي في المناطق الشعبيه اللي احنا بنحبها وبنحترمها، مطريه، امبابه، السيده زينب، الحضره، اسكندريه، كل الناس في كل مكان، في المنصوره، الصعيد، كل سينا، كل الناس. فلما بيقعدوا على القهوه كده مع بعض ده يقول له بالحكام وده مش عارف يقول له ايه، والكلام ده كلنا احنا عارفينه. فما ينفعش بقى بعد اللي احنا بنشوفه السنه دي يقول لحد الاهلي بالحكام. مباراه المقصه في الدور الاولاني كره واضحه زي الشمس، ابو سمره خلص الليله، والنهارده المباراه بتنتهي برضو ابو سمره خلص الليله، عشان ما حدش يرجع يقول لك الاهلي بالحكام. واحنا هنا بنروح للمشكله وبنواجهها وبنتكلم فيها، ما بنديش ظهرنا ولا في بنيجي على حد على حساب مثلا حد تاني، احنا بنقول الحقيقه. ولما يبقى في ضربه جزاء مش صحيحه للنادي الاهلي على فكره هنقول هنا. فانا مره تانيه انا بنواجه، فبنقول لكابتن سمير مش عايزينك بقى تطلع على تويتر النهارده وتعتذر وتقول ضربه الجزاء مش صحيحه ولا صحيحه، عشان ما تعملش لنفسك مشكله مع لجنه الحكام زي ما قبليك الكابتن اللي احنا بنحترمه جهاد جريشه عمل نفس الموضوع. فمحدش يكلمنا عن حكام تاني لو سمحتوا. دلوقتي نروح سريعا